أنا ندى، عندي 20 سنة، بدرس في كلية تربية. من برا شكلي عادي جدا، بنت هادية بتحب تضحك وتعيش حياتها، لكن من جوه في قصة تانية مليانة أسرار وصدمات. قبل ما أحكي بطلب منكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتكتبولي تحت في الكومنتات لو مكانكم كنتوا هتتصرفوا ازاي. قصتي مش عادية، وهاخدكم معايا من أول لحظة لحد النهاية اللي عمري ما كنت متخيلها. بابا متجوز 2، ماما ماتت بدري بعد ما تعبت بمرض طويل، وبعدها لقيت نفسي بعيش مع مرات بابا وبنتها. البنت دي تكنيكلي أختي، بس عمري ما حسيتها كده. من وانا صغيرة وهي شايفاني منافس مش أخت، كنت أحس إن أي خطوة بعملها بتولع نار جواها. أنا كنت مركزة في الدراسة وكنت بحاول أحقق حلم ماما اللي مكملش. دخلت ثانوي عام وبعدين كلية، هي وقفت عند دبلوم تجارة، ومن بعدها قعدت في البيت على أمل العريس اللي مجاش. الفرق ده خلاها شايفاني في صورة عدوة مش أخت، كل ما تنظر لي تحس إنها أقل، وأنا ولا عمري فكرت أقارن نفسي بيها. كانت ساعات تقف قدامي تقول مش فاهمة ايه اللي الناس شايفينه فيكي، ايه الميزة اللي عندك ومش عندي. وكنت تهرب من الرد لاني عارفة ان اي كلمة هتزود النار، بس جوه قلبي كنت بعيط. الكلام ده كان بيكسرني حتى لو انا مش غلطانة. كل مرة اشتكي لبابا كان يقولي ما تخليش كلامها يهزك، هي غيرانة منك وبس. بس مهما حاول يخفف الوجع كان موجود. الغيرة اللي بينا وبينك كانت زي الحيطة الكبيرة اللي واقفة بينا ومش عايزة تقع. في ليلة وأنا داخلة أشرب مية سمعتها بتتكلم في التليفون بصوت واطي جدا. وقفت ورا الباب، كلامها خلاني أتجمد. كانت بتقول لحد: أنت لازم تصلح غلطتك، ما ينفعش تسيبني كده. أنا من صغري عمري ما سمعت منها جملة تخوفني بالشكل ده. حسيت إن في سر كبير مستخبي. دخلت عليها لقيتها وشها متغير وخايفة. سألتها: انتي بتكلمي مين؟ وليه بتقولي الكلام ده؟ ردت بعصبية وقالت: لو حكيت لحد أنا مش هسيبك. صوتها كان فيه رعب وأنا قلبي وقع من مكانه. حاولت أهديها وأقول لها أنا مش جاية أفضحك، أنا بس عايزة أنصحك، بس رفضت تسمعني. قلت لها الأحسن تقولي لبابا، هو الوحيد اللي ممكن يحميكي. ردت بضحكة غريبة وقالت: بابا لو عرف يخلص عليا. حسيت إنها مرعوبة لدرجة إن عقلها مش شايف غير النهاية السودة. ساعتها فهمت إني لو حاولت أساعدها هترفض، فقررت أسكت. بعد الليلة دي أختي اتغيرت تماما، بقت ساعات ساكتة وساعات عصبية من غير سبب، تبصلي بنظرات فيها خوف وكراهية في نفس الوقت. وأنا كنت مش عارفة أفكر أسكت ولا أصارح بابا. عدى شهر كامل وهي في حالتها الغريبة. كنت حاسة إنها مخبية حاجة كبيرة، وكل يوم بيتأكد لي إن حياتها ماشية في سكة غلط. البيت كله بقى متوتر ومفيش لحظة هدوء. في ليلة تانية سمعتها بتكلم نفس الشخص، المرة دي صوتها مليان تهديد. قالت له: لو سبتني أنا هفضحك. الكلمة دي خلت جسمي أشعر. أدركت إن الموضوع مش بسيط، ده بقى خطر. قعدت اليوم كله أفكر مين الشخص ده وليه مخليها مرعوبة وغضبانة كده. لو هي في مشكلة كبيرة أنا هقدر أساعدها إزاي وهي شايفاني عدوة؟ دخلت عليها وسألتها تاني انتي بتكلمي مين؟ مالك بتتهدي كده؟ ردت بصوت عالي: ابعدي عن حياتي، انتي مش هتفهمي. الكلمة دي جرحتني أكتر. حسيت إن الفجوة بينا كبرت أكتر من الأول. بدأت ألاقي لبسي وحاجتي بتختفي. في الأول افتكرت إني بضيعهم، لكن بعدين اكتشفت إنها هي اللي بتاخدهم. كانت بتحاول تعيش حياتي، تلبس زي، تعمل زي، كأنها بتحاول تمسح وجودي. مرة صحابي جم البيت لقوها لابسة شبه لبسي وبتكلموا معاها، افتكروها أنا. كانت مبسوطة باللحظة دي، بس أنا كنت منهارة. ليه عايزة تبقى نسخة مني؟ بابا بدأ يلاحظ التوتر، حاول يقعدنا مع بعض ويفهمنا
بس احنا كنا زي النار والبنزين. قلبي اتقبض، حسيت انها بتنهار، بس بدل ما تعاطف معاها لقيت نفسي بخاف منها اكتر. دخلت عليها اقول لها انا ممكن اساعدك. ردت عليا بضحك سخرية، انتي السبب، لولاكي انا ما كنتش هبقى كده. كرهتني اكتر من الاول. في يوم لقيت موبايلها مفتوح، معرفتش اقاوم. شفت رسائل مع شخص غريب كلها أسرار وتهديدات. كنت مرعوبة، حسيت إن في مصيبة جاية. حرت أقول لبابا ولا أسكت. لو اتكلمت ممكن تحصل فضيحة، ولو سكت ممكن تخسر حياتها كلها. لأول مرة حسيت إن القرار مش بس يخصها، ده ممكن يهد البيت كله. قلت لها أنا عرفت كل حاجة، لازم توقفي. بصت لي بعيون مليانة خوف وقالت خلاص كل حاجة خلصت. الكلمة دي دوختني. ايه اللي خلص؟ ايه اللي حصل؟ قعدت تعيط وتقول كلام مش مترابط. كنت سامعة جمل متقطعة، خيانة، تهديد، ضياع. أنا مش فاهمة النص، بس واضح إن اللي جواها أكبر من قدرتها على الاحتمال. بعد فترة كل حاجة اتكشفت. بابا عرف والبيت كله اتقلب. أختي خسرت ثقة الكل، وأنا خسرت إحساسي بالأمان. اللحظة دي كانت أصعب لحظة في حياتي. قصتي خلصت، بس أثرها لسه جوايا. اتعلمت إن الغيرة والكراهية بيدمروا أي بيت، وإن السر اللي بيتخبى بيرجع في يوم يهد الدنيا. لو وصلتوا معايا للآخر اعملوا لايك واشتركوا في القناة واكتبولي في التعليقات لو مكانكم كنتوا هتتصرفوا ازاي.